برو انت عارف the thing is ان انا عمري ما had a good hand in life like ever. Facts. Like seriously انا started from the bottom but now I'm here وكل ده بسبب ايه؟ بسبب الهارد وورك، بسبب الديديكيشن، بسبب اني اصحى من النوم كل يوم الصبح واروح الجيم Facts يا برو. وفعلا اكون كل يوم احسن، اكون كل يوم اجمل. straight up facts. وكل يوم لازم كل حد يعرف ان هتقدر توصل لكل اهداف. اكيد يا برو، يعني والله انت مثلا لا يا برو ما تقولش كده، يعني انا مفيش حاجه بتميزني، اوكي؟ انا زي كل الناس، بس العظيم اللي جوايا اللي ما بيخافش ان هو يطلع على طول، ده هو السبب اللي بيديلك الطاقه اللي مش طبيعيه اللي انا بديها، هو اللي مخليني دلوقتي اقدر اقول ان انا مليونير. هو ايوه حقيقه ان في بدايه حياتي انا اخدت 5 مليون من بابا، بس ده ساعدني ان انا ابدا البيزنس الخاص بيا، وبعد كده البيزنس الخاص بيا ده بقى يساوي 10 مليون. ال10 مليون دي جت منين؟ ها جت منين؟ جت من شغلي انا، جت من تعبي انا، جت من عقلي انا عارف. وايوه برضه انا عارف ان انت ممكن تقول ان لا البيزنس ده ما نجحش لوحده مره واحده كده، غير لما كنت بادئ كذا بيزنس تاني وكلهم فشلوا وضاع فيهم فلوس كتيره. بس الحقيقه تفضل ان كل حاجة عملتها بشغلي، وكل حاجة حصلت من هنا. هارد وورك، ديديكيشن، وطريقة التفكير الصح. الحاجة اللي احنا مش عارفينها ان بي هو ابن رجل الاعمال الكبير عين، فيعني حاجة سهلة، يعني جدا جدا سهلة ان انت تتكلم من فوق كده عن نجاحاتك لما تكون نقطة البداية بتاعتك انك اتولدت جوه بيت عين. ومش كده بس، عارفين المقولة بتاعت ابن المهندس مهندس وابن الضابط ضابط وابن اللي مش عارف ايه مش عارف ايه؟ هي دي ليه مقولة اساسا؟ ده علشان النظام الاجتماعي مكسور. النظام اللي احنا عايشين فيه في العالم كله هو مكسور، ومعظم الناس بتكرهه. لو سألت اي حد عشوائي من الشارع هيقولك ان لا دي حاجة مش تمام، ولكنه حقيقة محدش يقدر ينكرها ولا يتجاهلها. المحسوبية او النابوتيزم هي جزء من حياتنا. عاوزين مثال؟ يعني شايفين كل الممثلين الهوليووديين دول يعتبروا من اشهر الاسامي اللي موجوده دلوقتي، كلهم اهاليهم كانوا في الصناعه قبلهم. شايفين قائمه اغنى اشخاص موجودين في العالم؟ الناس دول اهاليهم برضو كانوا ناس اغنياء. اقوى ناس قوه وتاثير في العالم من ناحيه الحكم، كتير منهم كانوا واخدين الحكم ده بناء على نظام ملكي، لانهم اتولدوا جوه العيله المالكه. انا عاوز اقول ايه؟ خلينا نوصل للنقطه على طول. ايه الحاجه اللي انا عاوز اقولها؟ ان بكل بساطه كلنا بنحب القصص بتاعه الشخص اللي بدأ من الصفر ووصل وبقى غني وعنده نفوذ مش طبيعية وضحى واشتغل وتعب ولكن يعني 99 من الحاجات اللي بتتقال ليها دعوة بالقصص دي هي مجرد أسطورة، لأن العالم اللي احنا عايشين فيه مش عالم عادل، بل هو عالم محسوبية. وتعالى ثانية وكلنا عارفين. تمام، الكلام في الموضوع ده ممكن يتاخد بطريقتين. الطريقة رقم 1 وده اللي احنا عاوزين نفهمه، هو ان العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي من كافة الجوانب بتاعته مش مبني على ميريتوكراسي او حياة مبنية على القدرات والجدارة الفردية. الفكرة بتاعت ان كل شخص بياخد على قد ما بيدي، والكلام الرنان الجميل ده يعني اللي هو انت اشتغل وتتعب ويعني وهتلاقي مقابل ده 100% بالظبط، وكل حد على قد شغلك على قد ما انت هتاخد قصاده ومش عارف. لا، ده بكل بساطة ما بيحصلش، علشان الوسائط والمحسوبية وكلام الكتير اللي موجود ده. من الاخر علشان تنجح انت لازم تكون عارف حاجة. الشيء التاني بقى اللي ممكن يتفهم منه الكلام اللي احنا نتكلم فيه في الفيديو ده من الاخر هو ان يا اخي انت شيك حاقد، والله حاقد المصري، يا الله شيك يا اخي لا تكون حاقد، والله انك حاقد 1000. طب اشرح لك وجهة نظر. والله حاقد طيب. 1000. قول ما شاء الله، قول ما شاء الله. طب والله حسد مذكور في القرآن. الله يهديك الله يهديك. يعني كل شيء يا اخي تحقد فيه يا اخي. اوكي انا حاقد، انا حاقد، وده شيء جدا طبيعي، جدا جدا طبيعي، وبرضه ده يعتبر شيء بشري من جواك، ان انت بصراحة تحس بشوية حقد، تحس ان في ناس في الحياة دي محظوظة اكتر منك.
دلوقتي طبعا اوكي يعني هو كل حاجه يعني مقدره من عند ربنا وانا مؤمن بده، ولكن الحاجه اللي انا بتكلم فيها هو الشعور البسيط اللي بيجي لنا كلنا. الشعور ده اللي بيجي لما تتفرج على وثائقي لعيله ملكيه فلانيه في بلد من البلدان اللي عندهم الابن ده اللي هو الابن المتوسط او الابن يعني الاب الاخير اللي الكاميرات ما بتجيش عليه كتير، ولا يعني هو ما يعتبرش معروف قوي، ولكن هو بس علشان المكان اللي اتولد فيه جاله من الورث بتاعه مئات الملايين من الدولارات. مش بس كده، بل معاه باسبور او ممكن حتى معهوش باسبور بس يقدر يدخل اي مكان في العالم. ومش بس كده، متاح ليه انه يتعلم في احسن جامعات في الدنيا. ومش بس كده، بل بعد ما خلص تعليم مش مطلوب منه ان هو يروح يدور على شغل، لا، كل مطلوب منه بص اعمل اللي انت عاوزه في حياتك عادي جدا، بس ما تعملش فضيحة تأثر على اسم العيلة الملكة الخيالية دي اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها. ولو ده حصل هي كده كده 3 ايام والناس هتنسى، يعني مش حوار، وهيفضل عايش حياته عادي ولا كأن في اي حاجة حصلت. مفيش اي انسان عاقل في العالم يقدر يقول ان فرص الامير ده في الحياة نفس فرص الولد اللي اتولد في كينيا في نفس الوقت اللي الامير ده اتولد فيه. بس الواد بتاع كينيا ده كان لازم يمشي بره القرية بتاعته بتاع 4 كيلو بس علشان يجيب مية ينفع تتشرب. عادي انك تكون غيران، وعادي انك تكون حاقد شوية، اوكي؟ علشان دي حقيقة الحياة اللي احنا عايشينها. ولكن برضو علشان احنا بقينا متقبلين الموضوع ده، احنا ما بقيناش ناخد بالنا منه. وعشان نقرب من الفكرة اكتر اللي انا بتكلم عليها، خلونا نتكلم على عالم الفن. وكل حاجة انا هتكلم عليها دلوقتي في عالم الفن ينفع تاخدها وتطبقها هي نفسها في اي مجال في الدنيا، سواء كان محاماة، شرطة، هندسة، طب، تعليم. بس الحاجة الاسهل والاوضح هنا هو عالم الفن. خلونا نتكلم على فيلم The Godfather، العراب. بس لا مش هنتكلم على الجزء الأول ولا الجزء الثاني. أيوة، احنا هنتكلم على الجزء الثالث، الجزء اللي حتى أكتر ناس بتحب الفيلم الكلاسيكي ده ما تفرجوش عليه أساسا. واحد من أكبر المشاكل اللي موجودة في الفيلم ده الممثلة دي. أدائها التمثيلي مش ماشي خالص مع العظمة والقوة اللي كانت موجودة في الأجزاء اللي فاتت. ودلوقتي احنا ممكن بكل بساطة نقول إن عادي، يعني ممثلة يعني شابة لسه في بداية مشوارها الفني، فيعني مع أكيد يعني هي تحسنت مع الوقت. مش قوي الحقيقة. هي لقت نجاح أكتر ورا الكاميرا في الكتابة والإخراج، ولكن من ناحية التمثيل ما كانش ليها ظهور كبير قوي زي ظهور في The Godfather. فصعب قوي يعني ان انت تقول لي ان بعد ثنائية العراب اللي دغدغت صناعة السينما هم غلطوا في اختيار الممثلة للجزء الثالث. في الحقيقة هم ما غلطوش، بل هي كانت بنت المخرج، وعلشان كده هي كانت بطلة الفيلم. لو في حاجة هتؤكد لك ان الفن دايما هيحاكي الحياة الحقيقية، ده اكبر دليل. اشهر سلسلة اتعملت في التاريخ عن المافيا والعوائل بتوع المافيا جوه صناعة الفيلم ذات نفسه كانوا بيعاملوا الصناعة كأنها مافيا، علشان المخرج فرانسيس فورد كان عاوز يشهر بنته فخلاها البطلة بتاعت الجزء الثالث. وبمناسبة المافيا، انا ما عنديش حاجه تانية اقولها صراحه غير ان هيكون في فيديو عن المافيا هينزل قريب هنا في القناه، فاشتركوا في القناه ويعني بصوا على الدروع اللي موجوده ورا هنا، ناقصهم درع المليون، فيعني تاكدوا ان انتم مشتركين في القناه عشان نوصل القناه ل1,000,000 مشترك. فيديو جديد بينزل كل يوم سبت. شكرا. طيب ابو اسماعيل ممان، ايه المشكله؟ ما اكيد يعني لو حد يعني ابن ممثل او ابن منتج كبير هيكون ليه فرصه اكتر عشان يبقى معروف او مشهور. اللي انا عاوز اوضحه من الفيديو ده هو ان الموضوع منتشر اكتر مما تتخيل. كل الممثلين اللي انت شايفهم قدامك دول اللي كتير منهم يعتبروا وشوش جديدة هم من انتاج هذا النظام.
النابوتيزم. نابوتيزم. وانا مش هدخل في الخيوط الكتيره اللي موجوده جوه عالم الفن المصري، لان الموضوع هنا واضح جدا ومش محتاج كلام كتير اصلا. ووجود الشيء ده اثر على الثقافه اللي دايما موجوده حوالينا. يعني ممان انت ما سالتش نفسك قبل كده يعني ليه في تكرار في الاعمال الفنيه المينستريم؟ ليه كل سنه هوليوود بتشوف وشوش مألوفه كده اولاد الممثلين ولا حاجه وبيخلوهم يعملوا افلام بتعيد نفس حكايه القصص اللي اتعملت في الستينات والسبعينات والثمانينات؟ وفي العالم العربي نفس الموضوع بيحصل، علشان الناس اللي بيحطوا فلوسهم المنتجين هيكونوا مستريحين اكتر انهم يحطوا فلوسهم للممثل ده اللي هو ابن الممثل ده وابن المخرج ده اللي تم اثبات ان الاسم بتاعهم اللي بيتحط على الافيش بتاع الفيلم بيجيب فلوس. والعمل ده بالقصة دي اللي اتعملت قبل كده زمان مثبت ان هي ليها جمهور. الموضوع مش موضوع نوستالجيا بس، لا، احنا محطوطين جوه دوامة من الثقافة اللي عمالة تتكرر، وجزء كبير من وجودها هي المحسوبية، علشان انت مش هتوصل لحاجة الا لما تكون عارف حد. شفتوا بقى كل الليلة اللي انا قلتها دي والكلام اللي انا عمال اعيد وازيد فيه ده؟ خدوا نفس الكلام اللي قلته عن عالم الفن وطبقوه على اي مجال تاني في العالم، هيمشي وهيطلع صح. ايوه ممكن في بعض الفتلات اللي بتطلع من هنا وهنا، في بعض الاوتلايرز، ولكن دول اللي بيطلعوا كل فترة وفترة دول اللي كسروا القاعدة ذات نفسها. وايه هي القاعدة اللي انا بتكلم عليها؟ ان ده عالم مش عادل وانت عايش معايا في العالم ده. ودي طريقة تانية تقدر تبص للموضوع ده بيها، لعل ده يقرب لك الحاجة اللي أنا عاوز أقولها. ودلوقتي إحنا وصلنا هنا، فلنتخيل إن ده هو مشوار حياتك تقريبا كده بيتقسم ل6 مراحل. أهلا، أنا مرحلة الولادة والمجيء إلى هذه الدنيا. أهلا، أنا الطفولة، بس لعب واستكشاف في العالم كده. أهلا، أنا مرحلة الدخول إلى المدرسة وبداية التعليم. أهلا، أنا مرحلة البلوغ. أهلا، أنا إنسان بالغ دلوقتي في منتصف العشرينات. أهلا، أنا إنسان مسن وفاضل لي شوية في الحياة دي وهخلع. لو قلنا ان كل مرحله من المراحل دي بتدي لك نقاط خبره في الحياه وتنتهي باخر حياتك ويكون قفلت 100 نقطه. كل مرحله تدي لك كميه معينه من النقاط. اول واخر مرحله هتاخد منهم 10 نقاط بس، عشان في اول حياتك مش حاجات كتير تعملها، وفي اخر حياتك برضه انت ما تقدرش تعمل حاجات كتيره. وكل مرحله في النص هتاخد عليها 20 نقاط خبرة لعلم هذه الحياة. وفي عالم مثالي المفروض اننا كلنا نكون بنمشي في حياتنا دي وبنتقدم بالرتم المثالي لحد لما نوصل ل100% نقاط خبرة. تتعلم، تقع، تعمل لك شوية فلوس، وكل خطوة هتزود من نتيجة النقاط اللي انت عمال بتجمعها في الحياة. بس الحقيقة ان ده مش بيحصل تماما، بل في بعض الاحيان في ناس بتتولد بس علشان العيله اللي هم مولودين فيها، او بس عشان البيت، او بس عشان البلد اللي هم جايين فيه. من بعد ما يطلعوا من اول مرحله بال10 نقاط على طول بيكونوا مقفلين 60 نقطه بعد كده. انت بتتكلم بعد ما عديت بس مرحلتين بتكون مقفل 60 نقطه في لعبه الحياه، وده شيء مش عادي. دلوقتي بقى احنا ازاي نقدر نوصل للعالم ده اللي كل الفرص فيه تكون متساوية، وفعلا اللي يشتغل اكتر يكسب اكتر، او من الاخر تاخد على قد تعبك بغض النظر عن جنسيتك، عن عرقك، عن خلفيتك الدينية، عن مكان ولادتك؟ الإجابة هي إن ده مش هيحصل، على الأقل في الزمن اللي احنا عايشين فيه، عشان يعني المفروض إن أنا شخص متفائل وكده يعني في المستقبل ممكن، لأن العالم الجميل الخرافي ده اللي هو عبارة عن ميريتوكراسي حقيقية هو كده. مفيش حاجة في العالم بتمشي بالنظام ده. حتى لو قلنا ببساطة لعبة موجودة على التليفون، ايه؟ وات؟ ازاي؟ اوكي انا عارف ان انا ممكن اكون زودتها حبتين، يعني هشرحها ازاي يعني جيم كول اوف ديوتي ولا جيم بابجي عادي جدا يكون ليه دعوه باي حاجه احنا عمالين نتكلم عليها دلوقتي. ازاي ترتيبي في اللعبه ليه دعوه بالمحسوبيه والعنصريه والليله دي كلها. والسؤال الاخير للموضوع ده،
هل لسه في حد يعني مقدرين ان كول اوف ديوتي اجمد من ببجي بمراحل ولا يا انا منزل اللعبة المعينة دي، وايوه حقيقة ان في شخص تاني في مكان تاني في العالم منزل نفس اللعبة دي، واحنا الاتنين بنلعبها، واحنا الاتنين بنقضي نفس الوقت تقريبا عليها. ولكن ايه العوامل التانية اللي موجودة هنا؟ عندك سرعة النت، قوة الجهاز ذات نفسه وسرعته في تحميل اللعبة، عندك اذا كان في عيال صغيرين موجودين في البيت ده، عندك اذا كانت الكهرباء في المكان ده كويسة هتقدر تشحن تليفونك وتلعب اكتر، عندك معضلة الفلوس اللي لو متوفرة عندك تقدر تشتري ابجريدز في اللعبة، وده يعلي من الرتبة بتاعتك بشكل اسرع. وكل ده واحنا قاعدين نتكلم على لعبة في موبايل، وعلى اللعبة بتاعت الموبايل البسيطة دي شوف كمية المتغيرات اللي ممكن تأثر عليها، فما بالك في العالم الحقيقي. انا عاوز احس ان العالم اللي احنا عايشين فيه هو عالم عادل، وانا عارف ان انت كمان عاوز تحس نفس الاحساس ده، فرص متساوية لكل الناس. وبرضو انت رحت متفرج على كم من فيديو من فيديوهات اللايف كوتشنج كده، هو يعني اي حد يقدر يطلع من الزيرو ويبقى سهل جدا ان الكلام ده يتقال من غير ما يتم حسبان المتغيرات التانية اللي موجودة في الحياة. لان ايه يعني الرينج كله عنده رينج دلوقتي في ايه بس حقيقة الامر ان وجود الاموال والمنصب ده يعتبر تشيت كود في الحياة. هيساعدك بلا منازع، هيساعدك ان انت توصل اللي انت عاوزه اسرع، ولو انت قادر توصل اللي انت عاوزه اسرع ده برضه هيتيح لك فرصة ان انت تجرب حاجات تانية مختلفة. شخص غيرك ما كانش عنده الفلوس دي او ما كانش عنده المنصب ده مش هيقدر يعمل نفس الشيء. وبالمناسبة انا مش قصدي من الفيديو ده ان اقول ان الناس اللي بتستغل المحسوبية والوسائط كلهم ما يستحقوش اللي هم فيه، كلنا ضحايا للمحسوبية والواسطة، ولكن كلنا برضو بننتفع بيها بطريقة أو بأخرى. وأيوة ممكن جدا يكون في ممثل وصل للنجومية بالواسطة ولكنه جدا جدا موهوب، عادي يعني الاتنين ممكن يحصلوا مع بعض مفيش مشكلة. بس الحقيقة هي انه لو كان الممثل الموهوب الخرافي ده ما كانش ابن حد في المجال، طريقه علشان يوصل كان هيكون أصعب. نفس الموضوع مع المهندس، نفس الموضوع مع الدكتور و إلى آخر. وده هو كان قصدي من الموضوع كله. شفت ابو جابر الموضوع جدا بسيط يعني، مش كبرت الموضوع اللي مش فاهم. اي والله. انزين تبي تقول شيء ثاني؟ والله يعني بس دي كل حاجه. انزين متى بتوصل المليون؟ قريب ان شاء الله ومان، يعني افضل منتظم انزل فيديوهات كل يوم سبت وكده، وبس المليون ان شاء الله قريب. والله يا إن شاء اخي الله. فل حماس يا اخي، مليون مشترك والله فل حماس يعني خلاص يا اخي. دير، بس الناس تساعد شويه كده يعني فاهم، تعمل شير للقناه وتعمل لايكات على الفيديوهات كده، وتنشر القناه بين قرايبها واصحابها وبتاع ويتناقشوا كده والقناه تكبر ونوصل المليون في عاطى والله عاطى اي والله اي تقريبا يعني كام 5 سنوات دلوقتي شغالين على القناه. ايوه وقفنا كام مره هنا وهناك، بس 5 سنين يعني رقم محترم بس اهو قربنا خلاص. انزين يا اخي كنت ابي اقول لك شيء. ولد خالتي تو خلص جامعه، وهو كان يدرس اعلام، فنبي نشوف اذا يصير يجي التيم ما ادري يتخلى يسوي مونتاج ما ادري شنو، اي شيء معك يعني. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.